يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أهل المدينة قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشيد طلع البدر علينا، حيث يوجد من يستدل بذلك على هذه الأناشيد بهذه القصة؟ ما ثبتت هذه القصة، وفيها ما يدل على أنها لا أصل لها، لأنه يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع ما هي على طريق مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة من طريق الجنوب، ما جاء من طريق الشمال حتى يمر على ثنيات الوداع. ثنيات الوداع شمال المدينة، فلا ينطبق هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: يحتج بعض الناس بجواز الأناشيد الإسلامية بحالتين وقعتا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما عندما كان الصحابة يحفرون الخندق وهم ينشدون، والثانية عندما استقبل أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فما هو قولكم في هذا؟ أما عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا فلم يثبت هذا، لم يثبت أنهم استقبلوه بالإنشاد. نقول الإنشاد ولا نقول الأناشيد، لأنه في فرق بين الإنشاد وبين الأناشيد. الإنشاد يكون من شخص واحد، وأما الأناشيد فهي تكون جماعية وبأصوات منغمة مطربة. الأناشيد هذه لا تجوز لأنها من الأغاني. أما إنشاد الشعر النزيه والمفيد ينشده شاعر كما كان يفعل حسان عليه رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يشجعه على هذا، وكعب بن مالك وشعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنشاد الشعر المفيد ما في بأس، ما في بأس. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.